السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو جميل جدا، بس يا ريت نتابع الفيديو للآخر وما تنسوش تعملوا لي إعجاب ومشاركة لكل أصحابكم وحبايبكم، واللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك. نسمي الله بقى ونبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. الفيديو بتاعنا عبارة عن إيه النهاردة؟ هنعمل محشي كرنب في حلة واحدة مع الفرخة، بس محشي كرنب لذيذ لذيذ جدا جدا جدا. نسمي الله بقى ونبدأ بسم الله. احنا جايبين كرنبة وسط حلوة، لا كبيرة ولا صغيرة. هننضفها من الورق الأخضر اللي عليها، ونقطع بقى الراس بتاعتها دي، نقطعها كده بالراحة بالسكينة عشان أنا بحب أسلقها بحالها. ما بحبش أقطع الورق كله كده، لأ أنا بحب أسلقها بحالها. بص بقى الراس طلعناها، كرنبة ما شاء الله جميلة، قلبها جميل وزي الفل، هي صبحة لسه فجميلة. والكرنب اليومين دول جميل في الشتاء بجد، طعمه جميل وبلدي وجميل. هنحط بقى المية تغلي وننزل عليهم بمعلقة ملح ومعلقة كمون. كمون بيخلي ريحة الكرنب جميل ويشيل أي ريحة مغيرة منه خالص، بيخلي ريحته جميلة بجد. أنزل بقى بالكرنبة من عند الراس كده، أحطها في الحلة عشان العروق دي تستوي، ونسلقها سلقة خفيفة، ما نتكش عليها في السوا أوي، بحيث يبقى العروق الورق حلو مستوي سوا مظبوط. نقلبها بقى، هي بسرعة بتاخدش دقيقتين بالظبط. نقلبها ونبدأ نخلع ورقة ورقة، نشيل ورقة ورقة منها بقى كده بالراحة، نتأكد إنها استوت احنا نحاول كده نفرد الورق منه بالراحة كده ونخرج ورقة ورقة منها. الكرنب بقى دلوقتي جميل أوي أوي بجد يا ولاد، وبعدين فيه فوائد عالية جدا، غني بالألياف وبيساعد على الهضم، وبعدين بيقوي جهاز المناعة قوي، بيقوي المناعة لأن فيه فيتامين سي، وفيه مضادات أكسدة بتحمي الجسم بتاعنا، وسعراته الحرارية قليلة جدا. هنا أنا سلقت الكرنب بقى وهبدأ أقطعه. بص أقطعه، أنا بوريكم لقطات صغيرة من كل حاجة عشان تبقوا اللي لسه مبتدئين وعرايس جداد أو لسه أول مرة يدخلوا المطبخ يعرفوا يعملوا خطوة بخطوة. بص انا بقطع بقى الورقه ازاي، بقطعها كده بقى على قد 4 صوابع ايدي بالظبط، بحيث تبقى الورقه مظبوط. بقيسها كده على صوابع ايدي ال4 واقوم قطعها. بصوا، ممكن تسيبيه كده وساعة ما تكوني بتلفيه تعملي، بس انا بستسهل كده يبقى جاهز قدامي، بحيث اما اجي الف الكرنب الفه بسرعه مره واحده، ابقى خلصت من التقطيع ده خالص. بص انا بقطع العرق واشيل اي زوايد كده جامده شويه، واقوم بقى مقطعه الورقه على 3 قطع او 4 على حسب طول الورقه، وامسك بقى كل قطعه واقيسها على صوابع ايدي كده واقطعها. بصوا بنفس الشكل كده، وارصهم بقى فوق بعضيهم كده، واكمل كويت الكرنبه وبقيت بالشكل ده. بس شكلها جميل، الورق جميل ويسهل عليكي ساعة ما تيجي تلفي بقى، يبقى سهل خالص بالنسبة لك. هبدأ بقى أعمل تجديعة المحشي بتاعتنا، نعمل الصلصة الجميلة بتاعتنا. ننزل بمعلقة زبدة كبيرة وشوية زيت حلوين، لأن المحشي بيحب الزيت أكتر، بس أنا حاطة معلقة زبدة عشان أطعمها ويبقى طعمه حلو، وفي نفس الوقت الزبدة مغذية ومفيدة. ومقطعة بقى بصلتين كبار وانزل بيه، لأن البصل بيديله نكهة حلوة. واحمرهم بقى تحميرة كده، ما يدخلهمش في الحمار قوي، يعني تشويحة يبقى مصفر بسيط كده عشان ما يبقاش برضو حامي علينا. يعني التحمير بتاع زمان في المحشي قوي ده خلاص بقى بطل نوع، احنا يا دوبك بس بنشوحه كده في السمنة شوية وننزل بالصلصة بتاعتنا. طبعا انا ضربة الطماطم وحاطة معاها وانا بضربها فصين توم وقرن فلفل احمر رومي، بيديله نكهة حلوة وبيحمر الطماطم ويخليها جميل. يعني لما باجي اضرب الطماطم بقطعها واحط عليها القرن الفلفل الاحمر الرومي ده، ببقى جايباهم خزناه في الفريزر، بطلع واحد احطه مع الطماطم ومعاه فصين 3 توم كده، بيدولها نكهة حلوة وبيدوا للمحشي وهو بيستوي نكهة جميلة. بصوا بقى الصلصة بتاعتنا
بدأت دخلت في التسبيك شوية، أنزل بقى عليها بالبهارات الجميلة بتاعتنا: فلفل أسمر، كمون، 7 بهارات، كزبرة، بابريكا، ومعلقتين ملح. أن المحشي بيحب التوابل ويحب ال7 بهارات ده جامد، والكمون. عندك بقى كزبرة ناشفة تحطي معلقة، عندك بابريكا تحطي معلقة، بتحمرها وتخليها جميلة، تحمر الصلصة بتاعتنا وتخليها جميل. بص بقى، هي الصلصة اتسبكت كده خالص، مادام الزيوت تطلع على الوش كده تعرفي ان هي اتسبكت معاكي. بص بقى، انا غاسلة بقى الرز، واصلة الخضرة ومقطعاها. الخضرة بتاعتنا كزبرة، حزمة ربطة كزبرة، ربطة بقدونس، ربطة شبت، 3 ربط، لأن المحشي بيحب الخضرة. وغسلت الرز كويس وصفيته، ونزلت بقى عليه بالرز والخضرة، واديلهم بقى تشويحة حلوة كده على النار. التشويحة دي بتدخل كل حاجة في بعضها، تخلي الرز يشرب من الصلصة. عايزين تحطوا على البارد كده وتقوموا طافين على الصلصة وتحطوا الرز عادي براحتكم. أنا هعمل لكم بقى دلوقتي تتبيلة الفرخة بالأسرار بتاعتي الجميلة. بصوا بقى، أنا مقطعة بصلتين وحط عليهم بهارات فراخ وفلفل أسمر وكمون ورشة جوزة الطيب بسيطة ونص معلقة حبهان مطحون. وادعك بقى البصل بالحاجات دي كلها مع معلقة ملح طبعا. وهحشي الفرخة بتاعتنا من تحت الجلد، هحشي من عند الرقبة كده، الزور بتاعها ده هحشيه كله بصل، واحشيها من جوه برضو بصل، ومن عند الوراك بتاعتها من تحت الجلد كده تحشيها، تديها نكهة حلوة. وطبعا ما ينفعش الفرخة احطها في حلة المحشي وهي نية كده، تديها ريحة مش حلوة وتدي المحشي طعم مش حلو خالص. لازم نديها تحميرة في الزيت عشان تبقى حلوة، وتقفيل المسام بتاعتها، وما تيجي تستوي تبقى ريحة الفرخة جميلة، وريحة المحشي نفسه كمان حلو. لكن لو حطيناها كده نية تدي طعم مش حلو خالص للمحشي. فأنا بقى حشيتها كلها بالبصل والفلفل والتوابل بتاعتنا. الحشوة دي بتخلي ريحتها جميلة جميلة بجد. بصوا من تحت الجلد كده بين الوراك، بتخليها لما تستوي حتى وتيجي تقطعي منها يبقى نكهتها جميلة. وانا طبعا غسلاها قبلها ونقعاها بالجنزبيل والملح والليمون، نقعاها ساعتين قبل ما ابدا اعمل فيها. غسلاها كويس ونقعاها وشطفتها كويس بقى، وجبتها وقلت هعملها بالخلطة دي قدامكم عشان تشوفوها. واربطوا بقى الرجل الوراك كده بتاعت الفراخ بأي دبارة عندكم، بحيث تبقى ماسكة نفسها شوية، ما تبقاش مفتوحة كده ومش حلو، تبقى في حلة المحشي شكلها حلو. هحط بقى الطاسة تسخن على النار، واحط فيها شوية زيت علشان بقى ابدأ احمر الفرخة بتاعتنا دي. انا مسخنة الطاسة كويس عشان اول ما احط الزيت يقدح فيها. بصوا بقى، تنزلوا بالفرخة كده، عايزة احمرها كلها من على جميع الجوانب تحميرة حلوة كده، تبقى لونها محمر وجميلة، لان طبعا مش هينفع من بعد ما تستوي نحمرها، فهي نبقى مدينها اللون قبلها. والصدمة دي والتحميرة دي بتديها طعم جميل قوي قوي قوي. نخليها توصل للون ده كده، ونقلبها بقى على الجنب التاني، نقعد نقلبها على الأربع اتجاهات كده بحيث كلها تبقى متحمرة، وبالراحة واحنا بنقلبها، لأن بصوا وانا بقلبها الجلد بتاعها حتة اتقطعت من الورك، بس مش إشكال. والبصل بقى اللي بيقع منها دوا بيتحمر كده، مديها طعم جميل، قلب أصلا ريحة المطبخ كله. كده الفرخة بتاعتنا اتحمرت، ونشيلها بقى من الزيت ونركنها بقى على جنب في طبق. بصوا شكلها جميل بجد، جميلة جميلة جميلة. دي بقى تتحط في حلة المحشي، تدي شكل غير عادي. نبهرها بقى برضو من بره بعد التحمير كده بشوية فلفل أسمر، يشيل برضو منها أي زفرة ويديها. هي كده مفيهاش الحمد لله أي زفرة خالص، هي زي الفل كده، هي عايزة تتاكل نية كمان. نبدأ بقى نجهز حاجتنا عشان نلف حلة المحشي بتاعتنا.
بصوا الخلطة بتاعتنا أنا نقلتها وجايبة بقى شوية خضار أحطهم في أرضية الحلة قبل ما ألف. بصلاية كبيرة مقطعاها وطماطمتين وقرنين فلفل أخضر. عايزة بقى تخليه حراق شوية هحط ممكن قرن فلفل حراق عادي، قرن شطة براحتك، بس أنا عشان بقى في أطفال ما بحطش كده. بص بقى وتدعكوهم كده كويس وتفردوهم بقى في أرضية الحلة كده، بيدوا نكهة للمحشي وهو بيستوي جميل قوي قوي قوي، بيخلي المحشي فعلا ريحته تروح في حتة تانية وطعمه. هبدأ بقى أرص المحشي عليه، هرص صف واحد بس كده وأقوم حاطة الفرخة عليه. بص بقى الصباع، بص الورقة بتاعتنا حجمها جميل ازاي ومخليه الصوابع صغيرة وجميلة. احنا هنا عندنا بنحب الصوابع صغيرة، يعني وسط، لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، وسط. بصوا شكل الصوابع جميلة. انا بقى هعمل كده شوية وهوريكوا الحلة بعدها. انا عندي ورقتين خضر كده هلفهم بسرعة واحطهم في الأرضية قبل ما احط الفرخة. يعني احنا عندنا بنحب الورق الأخضر ده، مبحبش ارميه، بحط بس ورقة واحدة كده، صف واحد كده في أرضية الحل. بصوا احطه كده واحط عليه بقى الفرخة، بيبقى طعمه جميل قوي. الورق ده بيبقى احلى من الابيض كمان. مين زينا بقى بيحب الورق الاخضر كده؟ اللي زينا يكتب لنا في الكومنتات. بص بقى اكمل الصف واجيب بقى الفرخة بتاعتنا الجميلة، احطها كده سمي الله واحطها في الحلة. بصوا بسم الله شكلها جميل بجد. وابدأ بقى ارص المحشي حواليها، ارصه بالراحة كده واحدة واحدة، وارص رصة حلوة. اكمل بقى الحله كلها كده لحد ما شاء الله ما توصل للاخر واخلص الورق بتاعنا. شوفوا بقى فوائد الكرنب مع الفراخ مع الخضار اللي احنا حاطينه ده، شوفوا هيبقى وجبه كامله بجد. الرز نشويات والخضار بتاعنا والفراخ بروتين، وجبه كامله متكامله تدي طاقه وتشبع في نفس الوقت. وكفايه بقى ريحه المحشي في البيت، اظن مفيش لا كبير ولا صغير في البيت ما بيحبش المحشي. الكل اصلا بيبقى مستني يوم المحشي ده وفرحان ان احنا هنعمل محشي النهارده. بيبقى طعمه جميل ومالي البيت ريحه جميله. ريحه المحشي بقى مع بالخلطه اللي انا عاملاها دي تجيب لاخر الشارع. بص بقى ما شاء الله، انا بدات اخلص الحله برص حواليها كلها، وفاضل لسه ورق معايا هكمله برضو، بس انا بوريكم الاول شكلها. بص برصيت حواليها جزء كبير، شكل الفرخه مع المحشي جميل ازاي، مخلية شكل الحلة بجد تحفة، لوحة فنية كده. بص بقى أنا كملت بقية الورق، والورق وصل آخر الفرخة بالظبط. شكلها جميل ازاي، بجد تفتح النفس وهي نية. جربوها بنفس الطريقة دي وهتدعولي إن شاء الله. وخصوصا بقى لما تزيد الشوربة معاها والفرخة تبدأ في الغليان وتستوي وتنزل البهاريز بتاعتها مع المحشي كده، طعمها بيبقى جميل جميل جميل، والمحشي بيبقى ريحته جميلة، بيبقى ريحته طيبة والشهي كده ويفتح النفس. بس ما شاء الله بجد الحلة زي الفل وشكلها جميل. الشوربة بقى بتاعتنا، أنا كان عندي شوربة طلعتها سخنتها وهزيت بيها بالراحة بقى، وانتي بالزيتي كده عشان الصوابع ما تفكش منك. والشوربة طبعا سخنة ومغلية، وأيضا البوتاجاز على حلة المحشي وأنا بصب، بحيث يبدأ في الغليان على طول. والله عايزة أقول لكم إن الحلة دي ما تفضلش منها ولا صباع من حلاوتها. يعني يوم ما بحط الفرخة مع المحشي كده والله ما بيتفضل ولا صباع من الحلة، بتبقى ما شاء الله زي الفل، طعمها بيبقى زي العسل. والكرنب أصلا اليومين دول مسكر خالص، مسكر كده خالص. اليومين دول في الشتاء بيبقى الكرنب طعمه حلو،
بصوا تهزوها هزة بالراحة كده خفيفة عشان الشوربة تنزل تحت، وضغطوا عليها. بصوا بقى بدأت تغلي. بصوا الريحة بجد قلبت الدنيا كلها، البيت كله ريحته خير وبركة وجميل. اعملوها يا حبايبي ودفوا بيتكم واعملوا أكلة جميلة لذيذة تفرح البيت وتفرح الولاد. أي نعم المحشي بيتعب شوية، بس في الآخر بنلاقي حاجة طعمها جميل وولادنا بياكلوا حاجة مغذية ومفيدة. ما تكسلوش في عمايله يا ولاد، عشان ولادنا صحتهم تبقى جميلة ونبني جسمهم ونأكلهم الأكل الصحي الجميل ده. بص بقى شكله هو داخل في السوا. أنا هختبر في صباع كده. بص شكله الصباع عامل ازاي، بيلمع وجميل. بصوا الرز ما شاء الله جواه مفرفر وزي العسل كده. ما طفيت عليه بقى وهبدأ أغرفه. بص الفرخة شكلها تحفة بجد. عايزة أقول لكم إن هي دايبة دوب كده، والله العظيم من اللحم بتاعها دايب دوب. بص شبه مهري كمان من السوا. وانا بقيت يعني انا حاسه ان انتوا تبقوا خايفين تعملوها الفرخه تبقى نيه، لكن لا والله الفرخه مستويه سوا. لا وبسلقها مش هتبقى بالسوا ده، مستويه خالص، ونساير الصدر كانت دايبه خالص كده، والله زي الفل. والمحشي بقى الا المحشي طعم معاها جميل 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 بجد. بصوا انا بفتح لكم بتاكلكم على الورك اتخلع اصلا من الفرخه من سواها الجميل. بصوا شكله جميل جميل ما شاء الله. جربوها وإن شاء الله تعجبكم يا حبايبي. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. أتمنى يكون نال إعجابكم وتجربوه بإذن الله. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني دايما. لو لسه أول مرة تشوفوا قناتي أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. استنونا إن شاء الله في وصفات تانية سهلة ومميزة. دمتم بخير وبحفظ من الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.